انا مش مختفيه ولا اي حاجه خالص حقيقي. انا من الناس الاهلاويه القليلين جدا اللي انا مش حزينه، بنهار داخليا، لكن والله العظيم حلفان اتحاسب عليه. انا ما اول ما شفت التشكيله انا عارفه ان احنا هنخسر. حاجه بس صغيره قبل ما اكمل كلامي، الناس اللي زعلانه من لعيبه الزمالك وكسبوا كاس العالم للانديه، حقهم يا جماعه. ايه اللي زعل في كده؟ بس ما كسبوناش في الدوري من 2020، طبيعي يكون ده الاحتفال. هم كانوا احسن مننا، لازم نتقبل الخساره، ان احنا ما كناش كويسين وما كناش حلوين. المدرب بتاعنا بيعك، نفضل نطلع نحفل عليهم ونمسك السبب الاساسي ونسيبه؟ لا، مش هعمل كده. مش هفضل احفل على الزمالك والزملكاويه وافضل اقول الحقوا ده بيحتفلوا، دول خدوا كاس العالم للانديه. مش هعمل كده، والله ما تطبيل. بس الغلط عندي انا، الغلط في كولر، الغلط في اللعيبه، الغلط في حاجات كتيره قوي. هسيب السبب الاساسي وامسك في الفروع. هم حقهم يعملوا كده لان ده حقهم. احنا لما بنكسبهم وبنحط لسه حاطين عليهم بنعمل كده، وبنعمل انيل من كده كمان، لان اي حق فريق بيكسب يحتفل، خصوصا ان ده بيحتفل وبيحفل على غريمه، فده الطبيعي. لكن اللي مش طبيعي يا كولر، ايه التشكيله المقرفه دي؟ يعني ايه القرف والعك ده؟ انا عارفه ان انت حد هيطلع يجي يقول لي ده كولر بيستنزفوا من الشوط الاول وبيجهدهم عشان ينزل، مش عاوز ينزل بخطوطه كلها كامله. بس لا، ما نقلفش يا بابا. جه الشوط التاني انا قلت هو هيطلع محمد هاني، هيرجع عمر كمال باك رايت، هينزل كهربا وهينزل رضا سليم وهينزل وسام ابو علي. ماشي، حاجه من جزء من لا شيء، واحمد عبد القادر نزل وغير الماتش، انا مش هنكر ده. لكن يا جماعه اللعيبه تايهه في الملعب، حاجه غريبه. صدقوني في حاجه غريبه من ساعه كولر لما طلع وصرح التصريحات الغريبه بتاعته دي. قعد يقول اصل في لاعبين بيحبوا نفسهم. من اول ما قعد يتكلم الكلام ده وانا عارفه ان كولر بقى يخرف، بقى بيخرف من قبل ما نروح كاس العالم للانديه. بس احنا اللي بنتغاضى. والله 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 كمان مره انا مش طالعه بقول الكلام ده عشان احنا خسرنا فبقلب على كولر، قسما برب العزه ابدا. ولكن هي كل الفكره حاجه صغيره بس. الماتشات اللي فاتت لو احنا كسبناها، فاحنا كسبناها بلاعيبه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء وخبرات لعيبه النادي الاهلي. لكن لو انتوا بتتكلموا كوره وعاوزين نتكلم بما يرضي الله، كولر بيعك من قبل كاس العالم للانديه ومن قبليه كتير. بس احنا اللي بنعمل نفسنا عبط عشان خاطر المكسب بينسي. لو كسبنا النهارده كنا هننسى برضو العك اللي عمله في التشكيله. لك للنادي الاهلي مباراه مهمه يوم السبت القادم مع مازيمبي، مباراه الذهاب، مباراه مش سهله خالص. اتمنى من كولر قفل على اللعيبه، يعمل لهم ريفريش كده، ان اللي جاي اتقل. مباراه في الدوري وخلصت خلاص. اتمنى من جمهور الاهلي الواعي سيبنا من الحاجات التافهه، ازاي جماهير الزمالك بتحتفل وكل الكلام ده، لان صدقوني للمره مليون ده حقهم. نركز على سلبياتنا احنا، عشان احنا عندنا دوري ابطال افريقيا وعندنا حاجات مهمه اهم من اللي احنا فيه ده بكتير. انك لله يا كولر.